أول شيء أخي المشاهد، اترك لي هي الحربة تبعيتك تبع إنه من وين لاطشين هي الحركة أو هي الفكرة من فيلم الحرباي الإيراني. بس ولكن مفضل کدوم مسجد انشاءالله آمين. الله اکبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم. كان شقفة شناطفة وصار شيخ، حرف الجيم بيقلب دال، قصدي زاي. تبقى نفسك تقول جيم بتطلع منك دال. ددي دابر دبل ضرر ديد من ده. خد الدين بتاعت قاعد حطها في الدين بتاع ددي، قصدي يعني زال زيم، الزيم زال. طبعا بالمشهد الأول منشوف معقل الشبيحة وسط المزة جبل 86 واللي انبنت كلها تهريب تحت عيون الدولة. الجريمة كانت مع شبيح نازلة عليه كل غلاظات الكون، حتى أنت ما تضطر تتعاطف ولا شوي مع الضحية. عم تعترض على الوضع؟ لك حشرة، لك اللي مثلكم لازم يندعس على رقابهم، يلعن شرفكم أنجاس وحيوانات ولك. ومن هون بيبلش أول مشهد وأول موقع للجريمة، اللي هو موقع كتير من الناس بيعرفوه أو كتير من سكان دمشق بيعرفوه إنه هو معقل لهي الشبيحة. طبعا من لقاء المولانيان بالقطار بياخدنا خيالنا انه حيكون في عنا ثنائي جديد، جابر وسليم، واللي بنفكر طبعا اللي يقول التنبؤات الاستباقيه انه سليم الاصلي رح يبقى معنا بالحلقات الجايه ويأسس لجابر حياه التخفي الجديده ويشتغلوا هن الاثنين سوا ويعملوا مغامراتهم سوا. لكن نتفاجأ باول تويست او اول تحول بالاحداث واللي هو الحادثه، وبينتحل جابر شخصيه سليم. القصه غير الحبكه، لما نقول غاب الامير فهي قصه، اما لما نقول اختفى الامير وحل مكانه شبيه بالسر فهي حبكه. لهالشي ما في شيء اسمه حبكة منيحة وحبكة مو منيحة، لا، في فيلم جيد وفيلم سيء. أنا اللي لاحظته أنه بهذا العمل ولحد ما شاهدت حاليا لحد الآن واضحين أمامي ثيمتين، هن الملاحقة اللي هي البرسوت، وهي الهروب من العدالة، أو العدالة هي بتكون عم تلاحقك. وهون مثل ما شايفين نحن كأنه هو هروب من العدالة ولكن اتفاق مع الأمن. أما ثيمة الثورة اللي هي ريفولت واللي بيجسدها المولانا المخادع، فهذا الشيء رح نشوفه بالحلقات القادمة. وبظن انه هي الثورة هي اللي حتحرق رأس ضابط المخابرات اللي بيأديه فارس الحلو، اللي هو عم ينتظر فرصة للانقضاض على موارد هي القرية. وهذا هو الإسقاط العام لهذا العمل اللي بتجسده هي القرية بين حاكم وشعب وما بينهما من تجار الثورة وتجار الحرب.